مساء الجمال او صباح الجمال على حسب ما بتشوفوا الفيديو. النهارده هنعمل كده، شايفين سامعين صوت التكه والقرمشه في الاول كده. هنعمل مع بعض شيبس الافرن، هنعمله بطريقه مبسطه جدا جدا، وكل المكونات هتكون معانا في قلب البيت. يلا نروح ندخل ونشوف الطريقه ونقول بسم الله، نستعين بالله كده ونسمي بسم الله. ويلا بشويه دقيق وكوبايه ميه ونص كوبايه زيت هنعمل احلى شيبسي افران. طيب ايه المكونات اللي معايا كوبايه ميه دافيه ونص كوبايه سمنه على زيت. هي المفروض بتتحط كوبايه، بس انا بصراحه قلت يا دوب كفايه، بس هي نص كوبايه عشان ما تبقاش دسمه قوي. تمام كده. عايزه تستعملي زيت بس استعملي، عايزه تستعملي سمنه على زيت استعملي، عايزه تستعملي سمنه زيت على زبده، ما فيش اي مشكله. ومعلقتين كبار من الصلصه، اي صلصه ان شاء الله، كيس صلصه من اللي بيجناه كده، اللي بيتباع عند في اي محل بقاله. تمام. هحط كمان معاهم معلقه من الخميره، معلقه من السكر، وشويه ملح. هقلب كل المكونات ده مع بعض، هدوبهم كده حلو جدا جدا مع بعض، ونشوف بعد كده هنعمل ايه. ولو كنت وصلت معايا هنا لغاية هنا، ما تنسيش من اللايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان الفيديو ينتشر اكتر، وطبعا من فضلكم القناة هتكبر. وشكرا، واحب اشكر كل واحدة علقت لي على اي فيديو او الفيديو عجبها واشتركت في القناة. انا بشكرك جدا جدا، وان شاء الله هقدم لك فيديوهات بسيطة جدا تقدري تعملها لاولادك في قلب البيت. هنا بعد ما دوبت كل المكونات معايا، هنزل بنص كيلو دقيق، وتحطي جنبك نص كوباية فيها دقيق، تحتاجها في اي وقت. احتاجتيها هتزودي العجينة معاكي شوية بشوية، ما احتاجتهاش خلاص. تمام. انا هنا بلم الدقيق كده، بحاول ان انا المه، وبعد كده هعجن بايدي. طبعا احنا عارفين اي حاجة فيها دقيق وبتعجنيها هتاخد من وقت معانا مثلا من 10 ل 12 دقيقة عجن. انا بلم بالسباتيولا، وبعد كده هسيبها وهعجن بايدي. شايفين هتلاقوا لسه العجينة طرية كده وبتلزق في الايد، فانا هبدأ ازودها شوية بشوية كده صغيرين. نص كوباية دقيق بحطها جنبي وهبتدي ازود منها. يعني الدقيق اخدت بالظبط معايا، وحسب طبعا نوعية الدقيق اللي انت بتستعمليه. آه انا مستعمله دقيق مغلف جاهز، بس طبعا للاسف كان برضو يعني عايز دقيق كمان، يعني ما لمتش بسهوله معايا. فضلت كده ازود شويه بشويه لغايه ما لمت معايا. هفضل بقى اعجن كده، هنفضل نعجن نعجن لغايه كده ما تحسي ملمس العجين بدا ان يبقى ناعم معاكي، وفي نفس الوقت العجينه تبقى طريه. انا مش عايزه العجينه تنشف مني، انا عايزه العجينه تبقى طريه برضو في ايدي. تمام. شايفين هنا هفضل برضو هقوم شايلها من قلب البولة اللي انا بعجن فيها، وهحطها على الرخامة عندي، وهفضل اعجن فيها وهي على الرخامة. لو عندك عجان استعملي العجان. هو بصراحة انا كان عندي العجان بس انا كسلت ان انا اطلعه واشغله. لو كنت طلعته وشغلته مكانش هياخد في ايدي 5 دقايق، بس انا قلت او يعني برضو للي ما عندوش عجان هيستعمل ايده. شايفين هتفضلي بقى تدي بقى العجينة كده، تعجني فيها حلو جدا، يعني تشوفي انت متغاظة مين وتطلعها في العجينة. حاجة رخيصة جدا جدا، مش هتاخد منك وقت ومش هتاخد منك مجهود خالص. وكل المكونات موجودة في قلب البيت، المية موجودة عندنا في قلب البيت، الزيت طبعا اي زيت موجود عندك، يعني هي نص كوباية مش هتأثر معاكي في حاجة. كمان الدقيق، طبعا الدقيق موجود مع عندنا، ما بنقدرش نستغنى عن الدقيق. كل المكونات موجودة في قلب البيت، حاجة بسيطة جدا جدا هتعملي الشيبس الافراد اللي اولادك بيشتروه من بره. شوفي انت الكيلو دلوقتي وصل قد ايه في في قلب المحلات او في قلب الافران. احنا دلوقتي انت هتعملي نص كيلو الدقيق هيطلع لك كيلو شيبس من الافران، وحاجة نظيفة وانت عاملاها في قلب البيت لأولادك بإيدك انت. وزي ما قلت لك، لو انت وصلت معايا لغاية هنا ما تنسيش من اللايك وشير وسبسكرايب للقناة. وقولوا لي برضو عايزين تعملوا ايه برضو من حاجة الأفران، اكتبوا علي في التعليق وانا اعملها لكم.
وانتظروا كمان فيديو للبوريك بتاع الافران. انا نزلت لكم النهارده الشيبس بتاع الافران، انا كمان لسه هنزل لكم بورك الافران، ولسه هنزل لكم نواعم القرص، النواعم الحادقه بتاعه الافران. يعني نبتدي كده نشتغل كده، ناخد كورس كده مع بعض، وهنزلكم حاجه بحاجه. بس انتوا شجعوني بقى وحطوا لي اللايك. هنا خلاص بعد ما عجنت اتاكدت العجينه خلاص اخدت الملمس الناعم، هجيب الميزانه عندي، هبتدي اكورها على 50 لغايه من 50 ل55 على حسب بقى الحجم اللي انت عايزاه. تمام. انا على طول يعني كورتها على طول، قطعت ووزنت من غير ما اخمر. بعد كده هسيبها تخمر ربع ساعه. طيب ربع ساعة هي هتلحق تخمر فيها؟ ايوه هتلحق تخمر فيها، لان لسه انت طبعا على ما تعجن العجين وتفرديه وتحطه في الصواني وتسيبيه يرتاح شوية، وتشغلي الفرن ويسخن، كل ده هياخد وقت معاكي. فاحنا اصلا مش عايزينه يخمر اللي هو الخمر الشديد. شايفين هنا بعد ما قطعتها خلاص هغطيها بفوطة نضيفة كده لمدة 10 دقايق ربع ساعة، وهبتدي بعد كده اللي انا افردها واقطع. بعد ربع ساعة بدأت بقى ايه بتتفرد معايا، انا سبتها ترتاح فبدأ افردها. انا كنت الاول بستعمل كده النشابة، بعد كده لقيتني مش محتاجة نشابة اساسا، هو بايدي كده بدأت افردها بايدي وقطعتها على طول. شايفين العجينة ما شاء الله لينة معايا وبتتفرد بكل سهولة. عندك بقى اختيارات بقى، انت بتخلي العجينة رقيقة، هي ممكن الرغيف يكبر عن كده لان انا بعد كده بدأت كبرته عن كده. إيه، ترشي بقى سمسم، عايزة تحط جبنة رومي مبشورة، عايزة تحط حبة سودا، شوفي انت اولادك بتحب ايه وحط لهم. انا حطيت من ده على ده على ده، يعني شوية من السمسم وشوية من الحبة السودا وشوية بالجبنة الرومي. وكمان في هنا برضو نقطة، انت لو انت عايزة قبل ما تدخلها الفرن تدهنها بيضة، تمام ادهني الوش بتاعها بيضة، بس انا بصراحة لقيتها مش محتاجة ان انا ادهنها بيضة. هي طبعا بيدهنوها البيض عشان يديلها لون كده اللي هو اللون المحمر الجميل بتاعها، بس هي كده كده اساسا حطيتها في قلب الفرن وشغلت الفرن عليها واخدت اللون بتاع اللي احنا بنجيبه من الافران عادي من غير اي بيض خالص. هنا بقى الجزء التاني بدأت برضه احط عليه الجبنة الرومي زي ما قلت لكم، شكلي زي ما انت عايزة، شوفي اولادك بتحب ايه وشكله لهم. السمسم مفيد، الحبة السودا مفيدة، الجبنة الرومي برضه بتدي طعم حلو جدا للشيبسي. يعني حاجة بصوا إيه، حاجة جميلة يعني هتعمليها وحطها في علبة اولادك هيفطروا منها، هياكلوا منها مثلا في وقت كده عايزين حاجة يتسلوا بيها هتديلهم من دي. وممكن كمان تعملها بدقيق اسمر، لو انت عندك دقيق اسمر اعملي بدقيق اسمر. شايفين هنا بدأت ارصها، طبعا انا هقطعها بعد ما احطها في قلب الصينية، لان لو قطعتها مثلثات وهي على الرخامة لسه هتتعبني ان انا كل شوية اشيلها. لا انا كده حطيت الرغيف وابدأ بعد كده اللي انا اقطعه. شايفين بالقطعة اللي زي دي المشنشرة او بقطعة البيتزا او بسكينة عادي او اي قطعة عندك عايزة تقطعي بيها قطعيها، لا تقطعها كده لمثلثات، يعني الرغيف هتقسميه على 4 ارباع. شايفين هدخله بقى الفرن، هسيبه بس يرتاح 10 دقايق وبعد كده هدخله الفرن على درجة حرارة 170 لمدة ربع ساعة او تلت ساعة على نار هادية جدا. بعد ما تطلع هتلاقي كده لسه ايه، هتلاقيها لسه طرية شوية، تسيبها في الهواء هتنشف منك وهتاخد كده ايه القرمشة بتاعت الافران اللي احنا بنجيبها دي من قلب الفرن، تبقى القرمشة حلوة. شايفين النص كيلو ما شاء الله مطلع الكمية دي كلها، وما شاء الله على صوت القرمشة. دلوقتي هشغل لكم الصوت بتاع القرمشة وهتسمعوا صوت القرمشة، بجد حاجة خطيرة جدا جدا. جربوها وما شاء الله هتعجبك بكل سهولة، ما هتاخدش وقت منك. ولو الفيديو عجبك ما تنساش بقى من لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وفي نهاية الفيديو اترككم في حفظ الله.